اعتبروها كيكة بس هي مش كيكة، ده حلو لبناني اسمه صفوف، بجد من الوصفات اللي عجبتني جدًا مع كوباية شاي كده يا جماعة خطيرة، لازم تجربوها. هنحط السميد اللي هو دقيق السيمولينا، هنحط كوبايتين منه، دقيق السيمولينا بيتباع في كل السوبر ماركتس تمام، وكمان هنحط عليهم الدقيق، حطيت كوبايتين دقيق، لكل كوبايتين سميد كوبايتين دقيق، وكمان حطيت ينسون، معلقة كبيرة مليانة ينسون ومعلقة كبيرة baking powder. دي كانت المواد الجافة الdry ingredients هنقلبها كويس أوي مع بعض كده، وبعد كده هنحضّر المواد السائلة دلوقتي، اللي هي عبارة عن كوبايتين حليب دافي، دافي مش سخن، مهم جدًا يكون دافي مش سخن، تمام، حطينا كوبايتين حليب هنحط عليهم كوباية سكر، ممكن تحطوا كوباية ونص سكر زي ما أنتم عايزين، أنا حبيت إن هي تكون كوباية أو كوباية إلا ربع سكر. ودلوقتي هاحط معلقة كبيرة كركم، والكركم اللي بيدّيها لون الصفار الحلو ده، وهنقلّبهم كلّهم دلوقتي مع بعض كويس أوي كده، من غير ولا أي حاجة تانية، مش مضرب ولا أي حاجة، بنقلّبهم بالمعلقة كده لحد لمّا السكر يدوب شوية والكركم كمان يدوب، ودلوقتي هاضيف عليهم نُص كوباية زيت، زيت نباتي، زيت عباد الشمس تمام، وهاقلّبهم كويس أوي مع بعض لحد لمّا يختلط كده مع بعضه، ودلوقتي بقى هنحط المواد السائلة على المواد الجافة، نحطهم المفروض بالتدريج ونقلّب، أنا حطيتهم مرّة واحدة ونسيت، يعني لمّا شُفت الوصفة يعني المفروض أحطهم بالتدريج وأقلّب، فحطّوا بالتدريج وقلّبوا حبّة، حبّة وقلّبوا تمام، بس برضه النتيجة كانت واحدة، بس يعني إيه برضه علشان أقول لكم بالأمانة ومصداقية يعني إن هي الوصفة بتتحط تدريجي، ونقلّبهم كويس أوي مع بعض كده، ونجيب صينية بايركس عادية كده، وندهنها بمعلقة طحينة من كل الجوانب علشان ما تلزقش بس، تمام، وندهنها كويس أوي من كل حتّة، من الجناب ومن كل حتّة زي ما أنتم شايفين كده. ودلوقتي هننزّل الخليط في الصينية والفرن عندي متسخّن مسبقًا، يعني بقى له 10 دقايق كده متسخّن وبعد كده أدخّله على درجة حرارة 180 هتقعد 25 دقيقة تمام، على الرف اللي في النُص ده. تعالوا بقى عكسوا لي الصفوف، شو هالقمر، شو هالحلاوة، شو هالجمال، زينتها بشوية جوز هند، هُم بيحطّوا ساعات لوز، ممكن تحطّوا فستق زي ما أنتم عايزين، ممكن تخلّوها زي ما هي، أنا بقى اللي كان عندي وشوية ورد جوري كده ندلّعها، كمان في ناس بتحط على وشّها سمسم، يعني أنتم اعملوا زي ما أنتم عايزين، شوفوا بقى الجمال، شوفوا الحلاوة، بجد طلعت تجنّن مع كوباية شاي بلبن كده ولا أحلى من هيك، ولا أسرع من هيك. بصراحة أنا باحب الحلويات السريعة اللي ما تاخدش وقت ولا مجهود، ودي من الوصفات الهايلة السريعة لو عندكم أي عزومة أو أي حد عايزين تضايفوه كده بحاجة جديدة وحلوة، بالنسبة لنا إحنا كمصريين طبعًا هي وصفة الصوف معروفة جدًا في لبنان، لكن لو ضيوفكم مصريين هتعجبهم جدًا وهيعتمدوها وهيسألوكوا على الوصفة، ولا أطيب من هيك.